بحضور عامل مدينة مكناس السيد عبد الغني الصبار، ووالي أمن مدينة مكناس السيد الطرشولي، وفعاليات من المجتمع المدني وقطاع الإعلام والصحافة. كان حفل إنصات الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 25 لتربع ملك البلاد محمد السادس العرش العلوي المجيد. هذا الحفل كان فيه تكريم لمجموعة من فعاليات السلطة وكذلك مجموعة من فعاليات المجتمع المدني. فرجة ممتعة في الفيديو. الخطاب الملكي الذي ركز على ضرورة المحافظة على الماء، وفي الأخير تكلم ملك البلاد عن القضية الفلسطينية. فرجة ممتعة للجميع. المصطفى بن عبد العزيز بن بابا خليفة غالي وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. بالقطاع السيد أحمد بن محمد الشعراوي مؤدي مسجد إقامة وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. استراتيجية وآفاقه المستقبلية الواعدة والأعياد الوطنية حضرات السيدات والسادة. ولا يفوتنا المخصصة بالإشادة والتقدير كل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تفانيهم وتجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. باسم رئيسة جمعية نور التربية والتعليم بالإسلام اللي عظيم الشرف بالحضور الخطاب الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعمالة أقدال. كان الحضور مكثف من طرف المجتمع المدني وعامل عمالة مكناس والسلطات بمكناس. قدموا التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله لتربعه عرش أسلافه الميامين للذكرى 25. كنهنيو هذه المناسبة هذه أما بمناسبة الحفاظ على الماء. احنا كمجتمع مدني نظمنا عدة حملات تخصيصية توعوية بنسلان للحفاظ على الماء والتحكم في التصريف ديالو، لأن الماء واحد المادة اللي هي ثمينة، المحافظة عليها راهي واجبة، والمحافظة على الماء راهي مسؤولية الجميع. وشكرا. كنطلب من فعاليات المجتمع المدني باش ياخذوا الخطاب لسيدنا كعبره، وهو اننا كنعيش واحد المرحله ديال الجفاف. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يرحمنا بالشتاء ونصوبوا الحاله وتكون مزيانه، ونتمنوا الناس يتبعوا الكلام ديال سيدنا بحول الله. كنا كتدوي في مراحل كدير حملات توعيه للناس. واش ما عندكم شي افكار مستقبليه ديروا شي حملات توعيه للساكنه من اجل المحافظه عليها؟ من خلال الخطاب ديال سيدنا الله ينصرو غادي نبداو اخويا نديروا الحملات دابا، وكنطلب من جمعيه المجتمع المدني المكناسي باش تنوض هذه الحملات
حنا كمجتمع مدني حي البساتين واللي كنشرفوا انا باسمي كرئيس فيدراليه غادي نبداو بهذه الحملات، غتكون بين النقاط اللي غادي ناخذوها في برنامج العمل ديالنا. كنشكرك السي انوار على التدخل ديالك الكريم ونتمنى لك التوفيق فيما هو قادم، وشكرا. سلام، أنا الأستاذة نجية المنزلي. اليوم نعم علينا صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهذا الوسام الملكي، والحمد لله اللي توجنا به ونعم علينا به صاحب الجلالة. الله يطول عمره والله يأيده والله يجعل سيدي ربي يطول عمره. الخطاب الملكي كان تكلم على المحافظه على الماء، وجهي شي كلمه للمكاسه والمغاربه باش يحضروها. هي كنصح الساكنه د مكناس بالخصوص باش يحافظوا على الماء وباش يحاولوا ما امكن باش يحافظوا عليه، لانه هو نعمه من عند الله ما خصناش نضيعوها ولا للتبذير. معكم الأخت ملكة عربي رئيسة جمعية لينا لتنمية أسرة الطفل بحي عين الشبك بمدينة مكناس. المناسبة حتى كنباركوا سيدنا في الذكرى ديال العرش المجيد ديالو تربعوا على 25 سنة ربع قرن هذا. حنا كنفتخروا بسيدنا أصاره الله وعلى السياسة الرشيدة ديالو، وكنتبعوه في الأفكار ديالو وكنأيدوه على هاد المسيرة ديالو. كنطلبوا له التوفيق إن شاء الله الرحمن الرحيم وعمر مديد إن شاء الله وسنوات أخرى إن شاء الله من المجد ومن التقدم المغرب ديالنا. لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتعليق إيجابي حتى نستمر في نشر المزيد.